سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيها الحضور الكريم، أتقدم الآن قائد طابور العرض العسكري للاستئذان من مقامكم الكريم في بدء العرض العسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العميد الركن حسن بن صالح الشهري، قائد طابور العرض العسكري للوحدات المشاركة بتمرين درع الخليج المشترك 1. أستأذنكم سيدي في بدء العرض العسكري. أمركم سيدي. الوحدات الرمزية المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك 1 تستعرض عادة سر. سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها الحفل الكريم، هنا في هذه الأرض المباركة، أرض العلم والإيمان ومنبع النور والأمن والأمان وتكريم الإنسان، بلد الحزم والعزم، 25 دولة داعية للحق راعية للسلام، في هذا اللقاء الرائع حيث الأخوة والصداقة على أروع معاني الإنسانية، ردع العدوان ونشر المحبة والسلام، حفظ الحقوق وازدهار التنمية هي النتائج المرجوة من هذه الفعاليات في هذه المناورات. ها هو علم الدولة الخفاق يشق طريقه بعز وشموخ وإباء ليمر من أمامكم حاملا شعار التوحيد والعقيدة السمحة، والتي تستقي منها قواتنا المسلحة عقيدتها الصحيحة ومنهجها القويم ونبراس نصرها وسلامها. تليه رايات دول اجتمعت على الخير في بلد الخير لدعم الأمن والسلام والتعاون والتكاتف والتعاضد، جمهورية القمر المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية بوركينا فاسو، جمهورية تركيا، جمهورية تشاد، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، سلطنة عمان، جمهورية غامبيا الإسلامية، جمهورية غينيا، دولة قطر، دولة الكويت، مملكة اتحاد ماليزيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المتحدة، جمهورية النيجر، الجمهورية اليمنية. ستظل رايتك الوحيدة في السماء ما طأطأت في مأتم أو في عناء، ستظل يا وطني كرايتك التي لا تنحني في شدة أو في رخاء. تتقدم هذه التشكيلات القوات البرية الملكية السعودية، وهم يخطون خطوات واثقة نحو التقدم والتطور والنماء، وهم يرفعون أيادي الجد والمثابرة، يمدونها عهدا عليهم وولاء منهم ألا يتخاذلوا عن شيء من مسؤولياتهم. تليها وبأرواح مقاتلة مشرئبة بحب وطنها وحدة رمزية من أبطال القوات الجوية الملكية السعودية، الصقور الجارحة، صواعق السماء، من جميع التخصصات الفنية
ومن خلفهم أبطال مساندون بمختلف المجالات العملياتية والأمنية، يعملون يدا بيد بجد وإخلاص لتحقيق هدف واحد: أن يدفعوا بالطائرات إلى السماء. القوات البحرية: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. قوة تعمل في البحر والبر والجو. في البحر لها قطع بحرية بمختلف المهام والأحجام والتسليح، وفي البر لها رجال يعملون ويخططون، وفي الجو لها مروحيات تساهم في مساندة القوات الجوية في مهامها وعملياتها البحرية. قوات الدفاع الجوي: يستعرض أمامكم الآن يا سيدي مجموعة رمزية من أبطال قوات الدفاع الجوي، حراس أجواء المملكة من كل عدوان آثم، عيونهم تراقب سماء الوطن. حرس الحدود: حماة الحدود والعين الساهرة في صون الثغور وحمايتها. أولئك الصامدون على حدود وطننا الغالي، فهم بكل فخر واعتزاز يحتسبون أنهم العين التي باتت تحرس في سبيل الله. وزارة الحرس الوطني: رجال المواقف والذائدون عن ثرى هذا الوطن بكل غال ونفيس، المدافعون عنه بكل بسالة وشجاعة، وهم يحرسون أنقى بقاع الأرض وأطهرها. في خليج الخير كنه يوم عيد، المشاعر كلها قدر وسلامة، والله إنه عندنا يوم سعيد. شارك الأردن ووصلون النشامة، ويمر من أمامكم الآن كوكبة من نشام المملكة الأردنية الهاشمية. يا أهل الإمارات الأبات الشامخين، في حبكم ما نسمع اللي يبغضون، إن كانكم والله واحد من اثنين، إما بوسط القلب ولا في العيون. يستعرض أمامكم الآن أبناء الإمارات العربية المتحدة، إمارات العطاء والتقدم، وهؤلاء نخبة من أبطال جمهورية باكستان الإسلامية، أرض حضارة وادي السند، وهم نخبة من المحترفين في بنائهم البدني واللياقي، والمتميزين في تخطيطهم الاحترافي والعسكري. في عيون البحرين مطيف بالها، دار الكرامة والمحبة والسعد، فن القيادة والريادة نالها، محبوب شعبه قايد النهضة حمد. وها هم أبناء مملكة البحرين الشقيقة، لؤلؤة الخليج العربي، المبدعون في جدهم واجتهادهم. بلد الإرث والحضارة، القوات المسلحة التركية، التي شرعت منذ وقت طويل في برنامج تحديث شامل لقواتها العسكرية حتى أصبحت متكاملة على نحو متزايد. جمهورية تشاد ذات الموروث الثقافي الإفريقي المميز، همزة وصل بين دول إفريقيا، وتمتلك قوات عسكرية مميزة في وحداتها وتضامنها. هؤلاء الأبطال هم من جمهورية جيبوتي، الدولة العربية في القرن الإفريقي، حيث سطرت لها مواقف دائمة وعضويتها المستمرة في العديد من المنظمات العربية والإسلامية. وتشاهدون أمامكم مجموعة رمزية من رجال القوات المسلحة لجمهورية جامبيا الإسلامية، من أعرق دول الغرب الإفريقي، وهي إحدى الدول الإسلامية التي لها مواقفها المشرفة في وحدة الصف واجتماع الكلمة. جمهورية غينيا شعارها الوطني عمل وعدل وإخاء، وفيها تتعدد اللغات واللهجات والثقافات، وتتفق السياسات والانتماءات، وتبني مجدها ووطنها.
منا لأبطال العبور تحية، الدين يجمعنا بكم والخندق، إن الجهود إذا توحد شملها فالنصر إن شاء الإله محقق. ها هم رجال الجيش المصري يتقدمون بخطى واثقة، متوشحون بأوسمة النصر ومتسلحون بالخبرة والكفاءة القتالية العالية. القوات الخاصة نالوا أقصى التدريبات وأقواها وأشملها وأعلاها، عملهم خلف خطوط العدو، ينفذون مهامهم ليلا ونهارا، برا وبحرا وجوا. والآن يا خادم الحرمين الشريفين سوف يمر من أمام مقامكم وأشاوس القوات الخاصة البحرية وأسود وحدات المظليين والقوات الخاصة من قواتنا البرية، وهم يتدفقون عنفوانا وحماسا ويطرقون بأقدامهم القوية أبواب البطولة والتضحية. شباب طامح للفوز للأمجاد نهاب، شديد بأسه حر، له في الحرب أنياب، فنون الحرب أتقنها، قدير الفعل حراب. ثم تليها مجموعة رمزية لأبطال القوات الخاصة السودانية، أنعم بسمران السواعد موقفا، أهل المروءة والأمانة والصفا، سنقول للسودان سر جهرا أو خفا، أنتم صناديد الأخوة والوفاء. الرجال الصناديد وحوش الحرب وعنوان الصبر، قتالهم ذو بأس شديد وروحهم تعانق سحاب النصر. القوات الخاصة الكويتية على ضفاف خليجنا يا كاظمة، تاريخ مجدك والمآثر قائمة، يا درة مصيونة برجالها، من الأذى والشر تبقى سالمة، البارعون في تذليل الصعاب والمؤهلون بأهم الدورات العنيفة،